بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. هعمل معاكم بقى الأكلة الأقرب لقلبي، بحبها جدا جدا جدا، هي البسلة بالجزر. تحفة تحفة مع شوية رز بشعرية، بجد بتوديكي في حتة تانية، كفيلة ان هي تبسطك اصلا. ما شاء الله، عملت النهاردة بقى بسلة بالجزر باللحمة. جبت معاكم نص كيلو من اللحمة حسب مقدرتك، عايزة كيلو عايزة ربع انش. وجبت بصلاية مبشورة بطماطمية زي ما بنعمل كل مرة، وشوحتهم كلهم مع بعض مع مادة دهنية، معلقة سمنة، وحتة دهنة صغيرة، حتة دهنة صغيرة زي ما بعمل في كل طبيخ. اي طبيخ بنفس الطريقة، سواء لوبيا سواء بسلة سواء سبانخ سواء بامية، نفس الطريقة. هنقعد بقى نقلب معانا كده لحد ما تاخد اللون الذهبي، مش عايزاها تحرق معايا خالص عشان ما تمررليش الطبيخ. بعد ما تاخد معايا اللون الذهبي ده وتدبل كده اللحمه، وتحسي ان اللحمه احمرت معايا كده واتشوحت كويس، هروح جايه حاطه كيلو من الطماطم هنضربها في الخلاط وتكون متصفيه تمام. وبعدين هنضرب الطماطم وتصفى ونحطها، نطش بيها اللحمة ونسيبها لحد ما تتسبك خالص. شفتي اتسبكت خالص ونشفت، تحسي ان اللحمة ما شاء الله اللهم بارك نشفت في الطبيخ. زوديها شوية مية وتغلي معاكي شوية، وهنروح حاطين الخضار. البسلة دي انا مفرزاها عندي في الفريزر، فهي لازم تتحط وهي متجمدة على طول. اول ما الصلصة معاكي تغلي كده، بعد ما تزوديها تروحي جايه حاطه البسله. اللهم بارك. الجزر ما بخزنوش علشان هو بيحس ان هو بيطرى شويه لما بيتخزن، بس انتي وراحتك برضو، لو عايزه تخزنيه مفيش اي مشكله. بس كده، وهنسيبها بس وتروح جايه تغلي بقى معانا وتستوي معانا. نحط شويه فلفل اسود والملح في الاخر خالص، مش هتحدقي ملح غير في الاخر خالص، فلفل اسود بس، البسله فلفل اسود بس تمام. وبعدين لما تحسي ان اللحمه بتاعتك استوت في التسبيكه نص سوا، فاضل يعني حوالي 3/4 سوا استوت والتلت باقي، هنروح جايين مسويين اللحمه في في الخضار، علشان الخضار ما بياخدش سوا طبعا زي اللحمه، فلازم اللحمه تكون خدت نص سوا الاول وبعدين تحطي فيها الخضار. اللهم بارك وبألف هنا وشفا. حاجه كده خطيره، انا بموت 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 في الاكله دي، بجد جميله جميله وبألف هنا وشفا. سهله بسيطه جدا. هتجيبي اللحمه وتشوحيها بالبصلايه زي ما احنا متعودين وبنعملها كل مره. هنشوح اللحمه في البصلايه لحد ما تتبل معانا البصله واللحمه تاخد صدمه ولون معانا، وهنروح ضاربين الطماطم وحطيناها عليها. وبعد ما الطماطم تتسبك خالص نحط الخضار، بس كده. نسيب خضارنا لما يستوي وبعدين نحدق في الاخر، وبألف هنا وشفا. ونحط بقى شويه رز حلوين كده مع مع حتة لحمة بقى مع شوية بسلة، يا سلام. الأكلة دي عظمة عظمة عظمة. يا رب تكون عجبتكم النهاردة، جميلة جدا. أنا كنت عاملة معاها رز أبيض، وبعدين حطيت لكم كمان طريقة الرز بالشعرية معاها. مفيش أي مشكلة، مبياخدش وقت خالص خالص. الرز بالشعرية حلو جدا، بيتعمل جنب أكلات كتير. اللي عايز رز أبيض يعمل، عايز رز بالشعرية تعمل، مفيش اي مشكلة. بس هي فعلا خطيرة 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 مع الرز، تحفة تحفة تحفة. انا بجد الاكلة دي انا بعشقها. يا رب تكوني بتحبيها زي ما انا بحبها، ويا ريت لو بتحبيها قوليلي في الكومنتات. وما تنسينيش في لايك وشير حلو كده، وكومنت كده من عندك يدعمني، علشان انا محتاجة الدعم ده. شكرا جزيلا، ويا رب يكون وصفاتي البسيطة دي تكون بتعجبكم وتكونوا بتستفيدوا منها ولو جزء بسيط جدا. انا كنت عاملة بقى شوية رز بشعرية بقى هنا تاني، مشي مع كنت عاملة أكلة تانية معاها، فالفيديو اتصور فيه كذا حاجة. أنا كنت عايزة أعملهم البسلة بس طلع فيه كذا حاجة، فقلت بالمرة بقى أوريكم شوية رز بالشعرية اللي مفرفرين تحفة دول. الرز بالشعرية كوباية شعرية عليها كوبايتين من الرز، عليها معلقة سمنة، عليها حوالي 5 معالق من الزيت. وبعدين كنت بعمل اكل تاني معاها، فبالهنا والشفا سلقة فراخ معاها. معلش بقى جبت لكم التصوير ده في الفيديو، معلش يا رب ما اكونش ضايقتكم. وهو برضو الرز بشعرية مع البسلة بيبقى في حتة تانية خطير. بس انا شوية ناس عندي كانوا عايزين رز ابيض وشوية عايزين رز بشعرية، فبحاول
ارضي كل الاطراف، فبعمل ده وبعمل ده. وانتي بقى اللي تختاري اعملي. قوليلي انتي بتحبي تاكلي الرز بشعرية مع البسلة ولا بتحبي تاكلي الرز الابيض؟